ايه اللي خلى مقرمشات سلطع تقفل؟ سبونج بوب ما بقاش بيعمل سلطع برجر، وبدأ يعيش حياة البساطة عشان يوفر المصاريف. ومستر سلطع بقى يستخبى في صندوق المخلفات عشان يلم الأكل اللي الزباين سابوه، حتتين مخلل دبلانين وشوية بطاطس مهروسة شبه شفيق. لما سبونج بوب شاف كده اتكلم مع مستر سلطع اللي قرر يداري على الموضوع ويقدم الأكل ده في شكل شوربة لكل قاع الهامور. سبونج بوب قال بالخطأ إن في مجموعة من محبي الهدوء متجمعين بره عند حنفية المية السخنة عشان يتدفوا. مستر سلطع اتضايق وما كانش مصدق إن في حد بياخد حاجة مش حقه، فبدأ يعمل دوشة عند الباب الوراني عشان يمشوا. بس هم ما خدوش كلامه بجد، وفجأة راس مستر سلطع اتحشرت في الحنفية وهو بيحاول يخليهم يمشوا. في نفس الوقت المجموعة دي لقت مكان أدفى ونطوا كلهم جوه حلة الشوربة. لما جه وقت العشاء مستر سلطع داق الشوربة ولقى طعمها دلع. سبونج بوب حس إن في حاجة مش مظبوطة وحط إيده جوه الحلة ملقاش حاجة، وعشان ما يعطلش الشغل بدأ يزود مكونات. بس كل ما يحط خضار أو جزر المجموعة المستخبية تاكله بسرعة، لحد ما سبونج بوب بدأ يفقد طول باله وكلم الشوربة بجدية عشان تظبط. بعد شوية سبونج بوب قدم الشوربة للزباين، فظهر واحد من المجموعة جوه الطبق وبدأ يضايقهم ويعمل دوشة بتصرفات مزعجة. الزباين اتنرفزوا وطلبوا فلوسهم. شفيق كان رايح يرمي البواقي، بس مستر سلطع ما كانش عايز يرمي الأكل وصاب الشوربة تاني في الحلة، ووقتها بس استوعب إنهم مستخبين جوه. واحد منهم استفزه وسأله عن أرباحه، فمستر سلطع اتنرفز جدا وجاب مكبر صوت عشان يمشوا، بس ما جابش نتيجة. جرب يغريهم بأكياس الرمل المفضلة عندهم، بس الأكياس وقعت جوه الحلة. ما كانش قدامه حل غير إنه يطلع سلاحه السري ويشغل مزيكا، فبدأ يطبل مع سبونج بوب وشفيق لحد ما إيديهم تعبت ومخالب مستر سلطع اتأثرت من كتر الاهتزاز. سبونج بوب طلع آلة تطبيل على شكل قرد صوتها مش حلو، فالمجموعة سدوا ودانهم ورجعوا تاني جوه الحلة. مستر سلطع غلب حماره وقرر ينزل سبونج بوب جوه الشوربة عشان يمشيهم. أول ما نزل قابلوه بترحيب حار وإقناع، وفي ثانية سبونج بوب بقى زيهم وعايش حياتهم. مستر سلطع طلع يشوف الأخبار ولقى سبونج بوب غير رأيه بقى معاهم، فزعل ورجعه تاني جوه الحلة. ألو، في حد هنا؟